الإخوة الأفاضل، سلام الله تعالى عليكم. أنتم الآن على قناة زعيم. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام. الوحي، جميع النبيين والرسل الكرام أوحي إليهم نفس الوحي الذي أوحي لمحمد الكريم، ولكن لا أحد منهم أوحي إليه وحي ثاني. نوح، إبراهيم، إسحاق، يعقوب، عيسى، أيوب، هارون، يونس الكرام وغيرهم لا وحي ثاني لهم، أي لا سنة ولا أحاديث إلا محمد الكريم. فهل هذا معقول؟ المنطق هو أن جميع الرسل الكرام جاءوا بدين واحد لا اختلاف فيه، بدليل سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. إذن هو دين واحد أوحي إلى النبيين والرسل الكرام كلهم، وأمرهم بأن لا يتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ومحمد الكريم له وحيان، نعم، وحي ثاني مزور من صنع الكهنة ليحاربوا به وحي الله تعالى الحقيقي. هذا هو ما وقع بالضبط، وهذه هي الحقيقة أيها الإخوة الكرام. الله تعالى يقول له: إن أوحينا إليك كما، لاحظوا، كما أوحينا إلى نوح وإبراهيم إلى آخره، أي وحي واحد. والكهنة يقولون السنة وحي ثاني. إذا كانت السنة وحي ثاني، فلماذا لا نرى ولا نجد سنة نوح الكريم؟ أم أن لفظ كما الذي ورد في الآية لا يعني لهم شيئا؟ كما أوحينا إلى نوح، وليس نوح فقط، بل إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. سورة النساء. إذن إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل كما ترون في الآية. فلماذا لا نجد سنة نوح الكريم، سنة إبراهيم وعيسى وهارون وإسماعيل وإسحاق؟ لماذا لا نسمع ولو شيخا واحدا فقط يقول: حكى فلان عن علان أن إبراهيم الكريم قال كذا وكذا، روى علان عن فلان أن إسحاق قال كذا وكذا، أن يعقوب قال كذا وكذا؟ لماذا؟ أليست هذه هي الحقيقة؟ فلان وعلان لا علاقة لهم بالرسل الكرام الآخرين إلا محمد الكريم، فهل هذا كلام؟ وحي ثاني فرض على هذا القوم ما لم يفرضه الله تعالى عليه، وحي ثاني أبعد هذا القوم عن صراط الله تعالى المستقيم، وللأسف نرى هذا القوم يقدسه تقديسا ويعادي كل من قال له هناك خلل فيما تقدسه. يعاديك لأنك أردت أن تجعله يعود إلى وحي الله تعالى الحقيقي الوحيد كما فعل جميع الرسل الكرام. يعاديك ويكرهك لأنك لا تريد له إلا الخير. إذن أيها الأخوة الأفاضل، وحي الكهنة الثاني في مهب الريح، لأنه صنع بعد وفاة الرسول الكريم. القرآن بنفسه لا يعترف به كما رأينا، والمنطق يلغيه، لأنه لا يمكن أن يكون لمحمد الكريم وحي ثاني وهو متبع أصلا. نعم متبع، والدليل من سورة النحل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أوحى له، لاحظوا، أوحى له، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. وهنا يكرر السؤال الأول نفسه: هل لإبراهيم الكريم سنة وأحاديث؟ لا، فكيف يمكن أن تكون لمحمد الكريم المتبع لملة إبراهيم الكريم؟ هذا لتزدادوا يقينا أكثر
بأن الوحي الثاني من صنع البشر ولا علاقة له بدين الله تعالى وبمحمد الكريم. نعم، محمد الكريم بريء من وحي الكهانة الثاني الذي حرف جميع ألفاظ القرآن في واضحة النهار. يا من تدافعون عن الوحي الثاني، فرسولكم الكريم بريء منه بنص قرآنكم براءة يوسف الكريم من كيد امرأة العزيز. والآن ننتقل إلى سورة الأحقاف لنرى ماذا تقول. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل ما كنت بدعا من الرسل، هذا هو ما بلغه لهم، هذا هو ما تركه وراءه. قل ما كنت بدعا من الرسل، أي أنا لم أبتدع أي شيء آخر مختلف عن الرسل الكرام السابقين. مثلهم وحي واحد، والكهنة لم يعلموا بأن هذه الآية تلغي وحيهم الثاني وتنسفه نسفا وتضرب شفاعتهم أيضا في الصميم. وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، كيف سيشفع لهم وقول الله تعالى واضح على لسان محمد الكريم بنفسه. وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، الله وحده أعلم كيف سيكون مصيري ومصيركم. هذا علم خاص بالعليم سبحانه. ثم جاء البخاري وقال لهم الرسول الكريم سيشفع لكم، حرف الآية وكذب على الرسول الكريم فصدقوه وقدسوه. لهذا قلت لكم وحيهم الثاني من صنع أفكارهم وأيديهم ليحرفوا به وحي الله تعالى الحقيقي. الحجاج القرآنية الدامغة والأدلة المنطقية الشافية أمامكم، فكيف تحكمون؟ والسلام عليكم.